قال أنا يعني عبد الفقير الذليل. مما يروى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعني شو يقول المسلمين جاهدوا ومعركة بدر عند أمناشر المنشورات يذكر النفعة الذكر ومستبشرين بالنصر والقتال. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل عليكم بالجهاد الأكبر. قال معت يا رسول الله قتال وجهاد؟ قال لا، جهاد النفس. الإنسان اللي صارع نفسه والوساوس الشيطان الموجود بداخله. أنا دائما أكرر الجماعة ينقدون يقول عمي هذا الشيطان ما يخلي واحد يصير خوش آدمي إلا ما رحم ربي. مما يروى شوف دقة الحساب، احنا عيوننا واقحة بصراحة يعني بغفلة عن الموت وعن عقوبة رب العالمين. جبرائيل سلام الله على جبرائيل، الرواية تقول العظمة مالته يعني يقول القوة مالته يعني هدم جبل أبي قبيس بالجناح مالته قد عظمته ويعني قوته. يقول يوم القيامة يجي أمام الله سبحانه وتعالى كل عصفور من دقة الحساب. يعني والرواية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نار جهنم من رآه يقول ما ابتسم قط من شاف نار جهنم. هسه احنا هنا هذا الموت هاي المقابر يعني يقول بنادم تقعد عينه واقحة وكله مسجل على الإنسان كما قال عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا ولديه رقيب عتيد. مما يروى ملائكة عند الإنسان ملك اليمين وملك الشمال. يعني واحد يقول سجل على عبد معناته عبارة صفير ما كان الملكة قالت شو ما هو ما حد شنو هاي سجل؟ قال سجل الصفير وعلى الله التفسير جزاء شو يقصد بيها. كما قال عز وجل قال يا سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا. يعني اثنين الله ثالث، ثلاثة الله رابعنا، خمسة الله سادس. مو هاي حقيقة يا بس أنا الشيطان خلينا بغفلة. بس أنا قال والقيل شو ما يقول تابوا الله هدا الله من يقول أنا أحسن من الناس تابوا الله هدا وأنا ندور عليه كان وكذا واسمه عم واحد يتقى الله سبحانه وتعالى. شوف سلام الله عليك يا رسول الله وبساطتهم وتواضعهم. أنا قلت هاي ابن آدم هاي الكبرياء والغرور خلوا عفوا الكبرياء والغرور. والله العظيم أنا يعني ما تواجد أنا أحسب يعني عامة أقول مما يروى بزمن الإمام علي سلام الله يا مولاي أبو الحسن يعني خلي شوف ذول يحكمون باسم علي بن أبي طالب سلام الله عليك يا مولاي يا أبو الحسن يا علي عم العوز يدقك يذل أكبر إنسان أنا ما تحسب غير شعور. مما يروى كان يخطب جامع الكوفة جاء أحد الأشخاص من الخوارج وقال له اسمع عداس قال له معناته من الخوارج عدى شلون كان يعني محتاج وكذا. قال له كفى خطب يا ابن أبي طالب انطينا عطاء دروح أنا معناته. قاموا الصحابة وجروا قالوا لا يا إمام قالوا عوفوا معناته قوم يا معناته ابن أبي انطيع هم خوارج وأعداء جامع الكوفة. قال ما قال له لا أحضرك لا جمعة ولا جماعة. قال معناته ما أعطونا يعني المسلمين أمان منك انطاع عطاء من عم يسوي مثل سيدي مولاي علي بن أبي طالب. هسه احنا هنا والله هاي الناس دقة عمي دقة العوز دقة الذيل انتوا قاعدين بالقصور والخضراء والحمراء مثل دائما شرانا حتى ما حضرنا جميع طالب حضرة وزير التجارة ولا معالي حضرة رئيس الوزراء وبكت رحمنا بثوب موتوا وخلفوا شنو عم تماني على العالم أساسي حتى يجي رئيس الوزراء كان من يكون وسوف وهاي العالم انتوا قاعدين بالقصور والخضراء وهاي قاعدة بالطمر الصح. مما يروى زمن الإمام علي سلام الله دائما ناشره تدري يعني من أحد قوانين أبو حسن يعني خلي ذول البرلمان خلي يطبقوا يحشون به واحد معاطور سنة باسم علي بن أبي طالب يكون إنسان فقير وتوفى رح على رحمة الله ومطلوب. تدري شنو رواية تقول كانت دولة علي بن أبي طالب حكم 50 دولة جميع الأمصار كان من يكون بلاد الإسلامية. يقول الإمام عليه سلام الله يوفي الذمة مال هذا الفقير يوفي ذمته حتى من يروح لله سبحانه وتعالى ما عليه ذمة معناته. هذا أبو حسين علي بن أبي طالب وكان يطل العطاء الأعداء والخوارج ويقول تحسن من علي بن أبي طالب قالوا من تعول علي بن أبي طالب دائما شرع المشروط. بس حديث أبو الحسن ما يملي يعني الحقيقة يعني أنا أقول يعني واحد خاف يطلع من طوره هسه قد عيونكم ماكحة هاي المقابر قال فما بال القرون الأولى قال ما عندها عند ربي في كتاب لا يضل ولا رب. وهاي عم العالم دعوة الكبرياء والغرور وكذا. مما يروى ناشرة يعني المنشورة أحد الأيام جاء النساء اثنين الإمام علي سلام الله عليه راد عطاء
شو وحده أمسبية ووحده من أهل الكوفة، طان عطاه من طلعت قالت شطاش علي بن أبي طالب، قال طاني 10، قالت أنا وبنت الكوفة طيش مثلي أستلم مثل أنا وابن عمشنا من فلان من علان، مع احتراماتي للطيبين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أخلاق وتواضع. يعني يا أخوان أي شيء إنسان تواضع، خلي يعوف الكبرياء والغرور والما تأنشراني، مو قصدي قلت كان منكم كان قائد شرطة ولا قائد عسكري ولا وزير دفاع ولا وزير الداخل، كان من يكون عم يمشي إنسان ببساطة تواضع. عم يا الأفضل اتلوا أهل البيت هاي سلام الله عليك يا مولاي أبو الحسن يعني. فالرواية تقول رجعت الإمام علي قالت له يا مولاي شطيتني 10 مثل أنا بنت الكوفة. الإمام علي قال يقول الرواية يقول كفيت من تراب، قال كلكم لآدم وآدم من تراب، أخرجي. فالحقيقة يا أخوان يعني أنا أقول مرات يعني شوف أمشي الرحمة والنساء ولا كل أحسن ما أتقصر عندهم. عم الناس ذاك يوم صار التوزيع أنا النساء تعرف عن بطل زيت وعلى ليش يعني أهل الخيرات يعني أنتم ما تحسون بالفقير، يعني ما تقول إحنا نموت إيش قد عيونكم ما حي. يعني الحقيقة أنا يعني ما أبدأ أطلع عليكم ولا دام يعني هالمش جبنا على الكبرياء والغرور هذا الشيطان. عم نقول واحد أنا خير، ترى قبل العالم كانت اصطلبوا الإمام عليه سلام الله عليه ذول أصحاب الجباه السود الخوارج، عم ذول الخوارج كانوا يخدمون القرآن وأصوات يعني شلون الحنية وكذا بأصواتهم هذا، بس هم مش ينفع خوارج الله اختبرهم اختبار راحوا إلى جهنم وبس أصلا مش مدرين أنا عودان على خير وصليت وكذا. لا عمي لا، إذا أردتم رحمة فارحموا خلقي أمشي كما قال عز وجل قائل. معنى الحديث يعني معناته يعني أقول شوف ابن آدم ايش قد عينه يعني وكحه ايش قد غفله على ذول يحكمون باسم علي بن أبي طالب. عمي ولو هو ما يفيد الكلام احنا يعني نقولوا كذا وكذا. فسلام الله عليك يا مولاي أبو الحسن يا علي، شوف الحنية والرحمة عد على الخوارج. عم احنا يا خوارج إذا صدق اختلفت ويا شوف القال والقيل. ومما يروي زمن الإمام الحسن سلام الله عليه وما البيت هم يعني بعد ديش الله سبحانه وتعالى طام العظمة هذا بس الرحمة اللي عندهم والإنسانية. كان يطوف بالكعبة، جاء أحد الأشخاص قال يا مولاي ابن رسول الله هذا معناته أخذ عائلته وحاجز عائلته وكذا وبدوي وهذا وعربي. الرواية يقول الإمام الحسن سلام عاف طواف الكعبة عافه وراح ويا هذا البدوي راح ذاك الرجل الجماعة قاش صدق معناه هذا الحسن الإمام علي يعني هو من بيت رسول عوف طاف الكعبة وموسم حج ويروح ويا هذا العرب البدوي. المهم الرواية يقول راح ذاك الشخص قال له أنت حاجز عائلته وأنا السماع إن شاء الله نعطيك. وذاك طلع يعني الرواية تقول من الموال قال يا مولاي يا ابن رسول الله جيت على هذا البيت قال له لا يا مولاي هذا المبلغ ما أريده وهاي عائلته. من أجا رجع يعني معناته طاف بالكعبة وهذا بالبداية نقدر قال من قضى حاجة أخي من عند الله سبحانه وتعالى أفضل من طواف الكعبة.